طب هل في وصفة سحرية بقى كده؟ عشان في ناس بتخش على النت تقول لك ده انا جبت وصفة من الانترنت، لا جير ولا تصبغات ولا كلام ده، ولا اروح لدكتور السنان ولا اتعب دماغي. في حاجة كده خيالية ممكن نستعملها؟ طبعا احنا بنسمع حاجة حاجات من كتير. الطبيعة حتى. طبعا بنسمع حاجات كتير، البيكربوناتو. بنسمع دايما، بسمع النشا، بسمع حاجات كتير جدا. انا بسمع برضه، من عشان كده بسأل. بص هقول لحضرتك، هو ما فيش حاجه اسمها كده. تمام. خلينا منطقيين. وطبعا مشكلتنا ان احنا فعلا بنعمل ايه، سكرولنج على جوجل اول حاجه كده، فين احسن طريقه لتنظيف الاسنان. بس احنا اتفقنا يعني الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان. وطبعا اتفقنا ان السواك هو احسن حاجه طبيعيه. لو هنتكلم بقى في النصيحه، لو حاجه طبيعيه يبقى هو السواك. ما تخشش في النشادر، ما تخشش تقريبا في بيكربوناتو. كل دي حاجات اكيد بالاستعمال الغلط اكيد هتضر. وهي اصلا ماده احنا مش عارفين، يعني انا ما درستش تاثيرها على الاسنان. تاثيرها على الاسنان بيوصل لايه. بس للاسف من المشاكل اللي بشوفها ان هي بتعمل قرح في الاسنان، بتعمل التهابات، لان في ناس بتستعملها بصفه انت حضرتك مستمره. بس نصيحه بقى من على النت نعمل ايه؟ ما نصيحه بقى اغسل الاسنان. يعني لسه كان في حد قريب جدا كان مثلا بيقول لي بغسل سناني بالكلور. يا ساتر يا رب. لا يعني صعب قوي يا دكتور. انا طبعا قلت لها يعني حضرتك بالكلور؟ كلور. تجيب الكلور، هي عامله خلطه كده جميله كده لنفسها، كلور وشويه حاجات كده مش عاوز اقولها عشان الناس ما تجيش تعملها. لا ما تقولهاش عشان ما حدش يقلدها. قلت له بحطها في الفرشه وبغسلها تقريبا كل يوم، واسناني زي ما انت حضرتك شايف بيضه. بتشيل السنان خالص مش السنان حقيقي بيضه، بس كل حاجه حواليها بايظه. طبعا اللثه اكيد مدمره، ريحه البق صعبه جدا. ساتر. فطبعا احنا حاجه طبيعيه سواك. غير كده انا ما اعرفهاش وما اقدرش انصح بيها تماما. يعني عدت كل الحدود بتاعه الكلور دي. انا الحمد لله ما شفتش الوصفه دي ولا حد قال لي عليها قبل كده. حضرتك لا بتحصل طبعا. مشكلتنا في الانترنت. جوجل سيرش اي حاجه